طيب عندي حاجات كتير قوي هتكلم عن منتخب مصر، بس عزيزي المشاهد في شويه تفاصيل مهمه قوي 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 في موضوع حمزه عبد الكريم. يعني بنسبه كبيره في حاجات كتير انت ما عرفتهاش في الموضوع ده، هحكيها لك من الالف بقى للياء عشان تبقى انت عارف لحد اخر لحظه، لحد اخر تواصل حصل النهارده حصل تواصل مهم جدا هقوله لك. طيب ايه القصه باختصار شديد؟ برشلونه قدم عرض للنادي الاهلي، بيقول له فيه لو من فضلك احنا عايزين حمزه عبد الكريم مقابل الاعاشه، فتره معاشه لمده 6 شهور، واخد بالك ازاي؟ وبعد او بعد 6 شهور ديت على طول احنا هندفع 1,250,000 يورو. اعاره، انا اسف، اعاره 6 شهور اعاره عشان ابقى دقيق، بس 6 شهور اعاره. ال1,250,000 دولت 1,250,000 يورو فيهم متغير او متغيرين ليهم علاقه بالمشاركات، نسب المشاركه. طيب الناس في مصر بتقول كلام كتير جدا جدا، 3/4 غلط في موضوع رد فعل الاهلي، 3/4 غلط. طب ايه الصح؟ الصح والاكيد، وانا لما اقول لك معلومه فانا بقول لك معلومه، الموضوع خلصان يعني. الصح والاكيد ان الاهلي قال له انا ما عنديش مشكله، خد حمزه 6 شهور بتوع الاعاره ببلاش، بس بعد ال6 شهور تعالى نتكلم. خده ببلاش، انا مش بقول لك يا عم ما تاخدوش، خده 6 شهور، انت عايزه 6 شهور انا موافق، 6 شهور خده 6 شهور، بس بعد ال6 شهور تعالى بقى نتفاوض، نشوف ابو كام بيساوي كام ونتكلم. الناس في برشلونه قالوا لا مفيش حاجه اسمها كده يا باشا، انا هاخده 6 شهور ادلعه لك ولمعه لك يلعب له ماتش ولا حاجه، تيجي انت تقول لي انا عايز فيه رقم فولاذي هلامي، لا انت بايع ما في حاره السقايين، لا يا باشا مش كده. طب انت عايز ايه؟ فبرشلونه قال لك لا، انا هحط بند الشراء، احقيه الشراء بالرقم اللي انا بعته لك، بال1,250,000 مع المتغير اللي انا كلمتك فيه. فالاهلي قال له طب خلاص انت ماسك في دي؟ طيب اديني نسبه اعاده بيع 20%. انت حاطط لي 10% في العرض اللي انت بعته لي، حاطط لي 10% بس نسبه اعاده بيع، وانت قافش في الاحقيه وقافش في الرقم. طب ما تسلكها تسلك يا عم، انا عندك 10%، خلي بدل 10% خليهم 20%، ف20% من نسبه اعاده البيع، وفي نفس الوقت كمان انا يا عم 6 شهور ما عنديش فيهم مشكله والدنيا. برشلونه قال له لا، مش 20%، هم ال 10%، مفيش غير 10%، هو ده الرقم اللي انا من اعاده البيع اللي انا شايفه مناسب بالنسبه للصفقه. طيب هل الاهلي قافش في الموضوع ومش عايز يخرج حمزه عبد الكريم؟ لا، الاهلي منفتح على كل حاجه ليها علاقه برحيل اللاعب، هو الاهلي ما عندوش مشكله، بس بيقول لك هو انا هضمن منين انه ال4 مليون اللي هو بيقول لي عليهم، هو بعد كده بيقول له انا لما هاجي اشتريه هضمن لك ان انا هوصل لك بحوافز ل4 مليون. فالاهلي بيقول لك طب انا اضمن منين ان انا هوصل ل4 مليون يورو؟ فانا عايز اضمن اكتر من كده، عايز اضمن حقي على الاقل في اللاعب، يعني عايز اضمن رقم، هطلع مهاجم واعد بالشكل الفلاني، فعايز اضمن رقم. فرجعوا لنقطه تقريبا الصفر، انا ماسك في ده وماسك في ده. ايه المستجد بقى اللي حصل النهارده؟ حصل فيديو كول او كونفرنس كول او زوم ميت او اي حاجه في البلاله اللي هي بتحصل بالفيديو ديت، ما بين والد اللاعب، والد حمزه عبد الكريم، والوسيط اللي في الصفقه، وبرشلونه نفسهم، 3 النهارده. والد حمزه حريص جدا جدا على علاقته بالاهلي، وعايز الولد يخرج بالشكل اللي يبقى مناسب للاهلي ومناسب لجمهور الاهلي ومناسب لابنه، وده طبيعي. وفي نفس الوقت برضه عايز ابنه يخرج يروح برشلونه. يا جماعه خيال علمي يعني، انا وانا بقول الكلام انا بقي مش مصدقني، يعني انا بتكلم في برشلونه يعني تمام، احنا بنتكلم في حاجه ليفل انت تتمنى ابنك يروح هناك، يعني تتمنى، اي حد فينا يتمنى، ما حدش هينكر ده، عشان بس نبقى امنا يعني. فالراجل يعني الله يكون في عونه، هو والعيله دي كلها الله يكون في عونها، لانها مضغوطه ضغط مش طبيعي، ده حلم مش اسره واحده، اسر كتير يعني. فالنهارده قالوا لهم يا جماعه، والد حمزه قال لهم طيب احنا عايزين
نزود الامور شويه بحيث ان النادي الاهلي يبقى مستفيد قدر المستطاع، ومن خلال الوسيط بيحاولوا يقنعوا الناس بتاع برشلونه ان تحصل استفاده اكتر للنادي الاهلي. وصلوا لايه؟ وصلوا انه في عرض هيتبعت كمان اسبوع. فالكلام اللي بيتقال ان الموضوع وقف والموضوع قتل مش صحيح. برضه مش صحيح، لان هناك رغبه من برشلونه وهناك ايضا رغبه من الاهلي في التفاوض والمرونه. فالموضوع ما وقفش، ده كلام مراجيح. حد ما عندوش معلومه فبيمرجح، اديله ادي. فالناس قالوا ايه؟ في اسبوع هنبعت عرض تاني بس نسبه الزياده فيه طفيفه على صعيد المتغيرات وعلى صعيد النسبه الثابته، على صعيد العقد الثابت اللي هو 1,250,000 اللي فيه متغير واحد اللي هم بيقولوا ان هو ثابت، وعلى صعيد كمان العقد اللي هو لو خلاص احنا اتفقنا فهندفع الرقم ده اللي هو بقى بتسجيل اهداف مش عارف ايه بالحاجات الكتير اللي انت عارفها دي واللي بالك منها. فخلال اسبوع هيتبعت عرض تاني، والاهلي لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي وانا بقول لك معلومه هو عايز يخرج حمزه عبد الكريم، ولكن بالشكل اللي يبقى فيه ضمان لحق النادي الاهلي او ضمان بشكل او باخر انه يعرف يستفيد من اللاعب ومن مستقبل اللاعب اللي بيشوفه بالنسبه له حاجه كويسه. انا حكيت لك القصه، حكيت لك الحدوته، ونتناقش بقى فيها زي ما انت ما عايز. اللي يقول لك لا ازاي وانت مش عارف ايه ونسبه 10% و20%، دي مش قصتي، انا ما بقولش رايي دلوقتي. انا بحكي لك الموضوع كله، حكيته لك من طقطقه لسلام عليكم. اللي يحصل ويكون هنقول لك عليه في المستجد. ناخد راي الكباتن عشان بعد كده هنخش في تفاصيل كتير. عمر. طيب احنا في البدايه طبعا بنتكلم على يعني خطوه ممكن تغير مسار لاعب بالكامل في مسيرته كلها. هو السؤال الاهم قبل ما انت شرحت التفاصيل التعاقديه والفلوس وكل الحاجات دي جميله جدا. ومن حق الاهلي اكيد ان هو يستفيد. عايزه بس في تفصيله ممكن اكون كمل يا عمار. انه خطه برشلونه، اضيف بس الحته دي، خطه برشلونه المبدئيه بتقضي بان اللاعب يروح كاتالونيا الاسبوع اللي يعني من اول 5 يناير، من اول 5 يناير يكون حصل تحرك ملموس. اذا الكام يوم اللي احنا بنتكلم فيهم بالعرض ده فالاهلي قال تمام، هم بيفكروا ان 5 يناير الولد يبقى موجود في كاتالونيا. انا بس دي حته مهمه كان لازم اقولها. اتفضل يا باشا. طيب فاحنا بنتكلم في فكره الاهلي اكيد من حقه يضمن حقه وكل حاجه في اللعيب او ماديا ان هو يبقى مستفيد اكتر استفاده ماديه من اللاعب. بس انا بتكلم، خلينا نتكلم في الحته الفنيه اكتر او كوره بشكل عام. هل في مصر احنا عندنا بيئه تسمح للعيبه المواهب الصغيره دي انها تتطور بشكل جيد، انها تتاسس بشكل جيد، او عندنا مسار صحيح للعيبه اللي تطلع صغيره الناس تتوسم فيهم ان هو تشوف ان دي موهبه او دي قماشه نشتغل عليها فبنكبرها فبنطلعها تبقى متاسسه بشكل صح؟ انا ما اعتقدش ان دي التجربه دي حصلت ابدا في مصر. اللعيب عندنا في مصر يعني يا اما بيحترف من بدري، والمثال عندنا كتير جدا صلاح ومرموش، او اللعيبه اللي بتطلع بقى بتبقى 25 26 نبتدي نشوف اللعيب ده يقدر يعمل ايه. وعبد المنعم خير دليل، لعيب طلع من هنا لما راح فرنسا الخضه كانت واضحه جدا عليه. فاحنا عندنا فرصه ذهبيه ان لعيب موهبه اتشافت في كاس العالم تحت 17 سنه يروح ولو 6 شهور برشلونه. هو برشلونه يعني مش محتاجين اكتر من كده. صحيح. اللي هو الكنز بتاع المواهب في العالم. يعني كل اللعيبه اللي طالعه، يعني لامين يامال هو اكبر ظاهره في العالم دلوقتي باللعيبه الصغيره. صحيح. هو ده اكاديميه لاماسيا. فهي دي النقطه، ان ال6 شهور دول فلوس كتير قوي، دول سنين كتير قوي تاسيس وتدريب وخبره واحتكاك، وهتتكتب للعيب حتى لو رجع. طيب انت بتتكلمها كوره صح كده؟ طبعا بتتكلمها كوره. طيب فحتى لو اللعيب، اصل في ناس بتقول او يعني شفت تعليقات كتير او شفت اراء كتير، اصل ممكن 6 شهور ويرجع تاني وماله. ما هو على فكره حمزه عبد الكريم ده الناس دلوقتي شافته في كاس العاصمه وجمهور كتير بيقول هو ده برشلونه عايزه، هو ده برشلونه. ايوه يا جماعه، ما هي البيئه اللي هنا. دي النقطه اللي انا وقفت عندها، وانا افتكر انه في ناس كتير ما عندهاش المعلومه انه الاهلي قال له يا باشا خده 6 شهور ببلاش. انا موافق اصلا، بس ما تقوليش 1,250,000 وبعد كده بقى هكملهم لك 4 بالحوافز. انا يا عم ممكن تصفصف لي في الاخر على ال1,250,000 او ال1,100,000 دول. ال1,100,000 دول انا بعت لعيب ب1,100,000 في الاول وفي الاخر لبرشلونه. طب زود لي نسبه اعاده البيع، فالاهلي واقف في الحته دي يعني. حلو، انت كده برضو عندك حقوق رعايه.
حور عادي اللعيب الصغير اللي هو 18 سنه ده انت بتفضل تكسب فيه طول ما هو شغال. ده زي ما المقاولين بيعمل مع صلاح. نسبتها كام يا محمد تعرف ولا؟ لا بقى على حسب بقى، بتبقى ليها علاقه بالتنقلات، كل على حسب الانتقال يعني. ماشي. بتبقى هي نسبه صغيره صراحه مش كبيره، بس الاساس ان انت ده استثمارك. انت مش عارف 1% ولا كان لا 2.5 او 5 حسب السن اللعيب والصفقه بعد كده كلفت. برافو طيب عليك. عشان امشي الكلام بسرعه في القصه بتاعت حمزه عبد الكريم مش هناخدش فيها وقت. يلا يا باشا سمعني صوتك. بص، هم 3 وجهات نظر. وجهه نظر الاهلي، وجهه نظر المحايد اللي عايز اي لعيب من مصر يطلع بره، وجهه نظر برشلونه. وجهه نظر برشلونه انت قلتها في النص، لا انا مش هاخد لعيب 6 شهور اديله براند برشلونه ويلعب ويتالق وارجعه لك تاني ملكك. طالما خدته يبقى بتاعي. فانا 6 شهور اعاره جافه بيسموها اعاره جافه دي، لا 6 شهور مع الزاميه الشراء. أيوه. انا هشتريه لان هو شايف ان هو اكبر فاترينا في العالم وحقه. الناحيه الثانيه النادي الاهلي بيقول لك لا، ما انا مش كل يوم هطلع لعيب لبرشلونه. انا عايز استفيد منه اكبر استفاده في حاجتين: كبراندنج ان انا مطلع لعيب لبرشلونه ودي حاجه مهمه جدا جدا، وكام استفاده ماديه للعيب هيعمل كارير ان شاء الله لما يطلع. فبالتالي انا شايف ان خناقه الاهلي مش في المقابل المادي البلقاي، خناقه الاهلي في نسبه اعاده البيع. الاهلي لو حط نسبه حتى لو على المليون و200 الف يورو اللي حق الشراء اللي بعد ال6 شهور، لو حط نسبه بيع محترمه 25% 20% في الحته دي 15%، مرجح ان حمزه عبد الكريم ان هو سنه صغير لما يجي يتباع بعد كده من برشلونه هيتباع برقم كبير حتى بالنسبه لنا، يعني لو مش كبير لاوروبا كبير بالنسبه لنا. ايوه بس برضه يعني هو الاهلي بيقول لك طب انا في الاول وفي الاخر هبيع لعيب لبرشلونه. انا بقول لك المعلومه صح، انا معاك، مش رأيي. انا معاك، بس في الاخر ممكن يصفصف لي على مليون و200. بس اقول لك على حاجه يعني خلينا نقيسها قيسه ثانيه. ان المفروض انك بايع لبرشلونه فتخفف طلباتك شويه لانه طالع برشلونه. لو نادي تاني يعني الاهلي مثلا، انا افتكر الاهلي لما باع كابتن حسام غالي باعه في 2002 تقريبا 2003 باعه 2 مليون يورو. ساعتها كان اكبر لعيب بيطلع من مصر. ماشي. لان ما كانش طالع على نادي قمه، هو الفاينورد نادي كبير في هولندا، بس مش راح برشلونه، مش راح ريال مدريد. اسم النادي هو لما بيجي يكلمك يقول لك انا برشلونه. طيب فانا هشتري من عندك لعيب. فانت شايف ايه؟ انا شايف ان الاهلي عنده حق طبعا، لكن لو مسك في حته مش المتغيرات، لو مسك في حته نسبه اعاده البيع هو مستفيد جدا جدا، لان اولا ده هيبقى براند للنادي الاهلي. طيب فلنفترض لا مش عايز اصعبها عليك انت، انا هروح لشادي عشان خاطر اصعبها على شادي. فلنفترض ان برشلونه قال للاهلي يا باشا بص هو ما فيش غير هم دولت، احنا 100 مليون و250 هنزودهم لك نفحايه 1.5 مليون يورو بالمتغيرات هنوصلها لك يا عم 5 مليون يورو ب5 مليون يورو، انما نسبه البيع ثابته زي ما هي. تبيع ولا ما تبيعش؟ لا ابيع. تبيع؟ مش هبيع عشان الولد مش كويس، عشان انا بشوفها بطريقه ثانيه. خلينا متفقين ان احنا اخر سنين ودي طبيعه من طبيعي يعني طبيعه جمهور الاهلي وضغط الاهلي. هل الاهلي عنده رفاهيه ان هو هيطلع لعيب عنده 17 سنه يرميه بقى في الفريق الاول وهو ده الاسترايكر الاساسي بتاعه؟ لا يجيب سكه ودغري. اخر مره حصلت حاجه زي دي كان عماد متعب بقى وارجع بقى لمحمد فاروق واحمد بلال وحاجات بقى قديمه قوي. فاذا الراجل ده عشان يبقى لاعب اساسي في الاهلي هي احتماليه مش متاكدين منها 100%. فاذا لو عندي فرصه طلعه، بس انت شطارتك تاخد اقصى استفاده. فانا شايف ان ليه لا؟ الاهلي لو الليله دي رسيت عليه من لعيب طلعته من عندي عنده 17 سنه بس ب1.5 مليون يورو، انا شايف دي حاجه كويسه جدا. ماشي. الاهلي استفاد واللعيب استفاد، والاهلي كمان بيوصل مسج للناس كلها ان انا مش متعنت يا جماعه ولا حاجه، طالما انا عندي مصلحه واللعيب عنده مصلحه. وفي حته برضو معلش يا ابراهيم عايز اقول فيها دي، لان برضو قريت حاجه كده يعني بقى لها فتره بتتقال اصل الاهلي وبيمنع المواهب. الكلام ده مش حقيقي. انا من يوم ما وعيت على الكوره الاهلي طلع كميه لعيبه لاوروبا. يعني الاهلي طلع شريف اكرامي الفاينورد، حسام غالي الفاينورد، سمير كمونه الكايزر سلاوتر كان بطل الدوري الالماني مع اوتر هاجل، طلع رمضان صبحي ستوك، مع ان الاهلي ساعتها كان في اشد حاجه رمضان. فالاهلي بيسيب لعيب طالما العرض مقبول. وانا شايف ان لاعب عنده 17 سنه بالقيمه دي لو وصلت ل1.5 مليون يورو انا شايفه مقبول جدا. اللي هقول